وأنا لما حكيت بالستينات إخواني تكونوا واضحين. لماذا قلت الستينات؟ الستينات نشأ فيها النظام الفلسطيني الفصائلي. النظام الفلسطيني بدأ من العشرين. الفصائلي كانت له صيغته إحياء الهوية الوطنية الفلسطينية. 2. إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بما يعني الانفصال عن الأردن. خلينا نفهمها، مستقلة عن مين؟ خلينا نفهم مع بعضنا. الهوية الوطنية الفلسطينية كنت من رجالها. خلنا أذكركم يعني أنا اسمي أبو عصام، اسمي الحركي، ما أنا مجوز ولا عندي أولاد، لأننا نؤمن أن فلسطين إحنا. لما صار إحياء الهوية على أرض الأردنية هنا قام التناقض، إن الأردن كلها فلسطينية. يحيي الهوية حيث لا يتمتع الفلسطيني بهوية. أما لما عندي هلال أحمر فلسطيني كيف تنشئ نار أردني؟ عندي هلال أحمر فلسطيني، عندي نقابة أطباء أردنيين تنشئ نقابة اتحاد الأطباء والصيادلة الفلسطينيين، المعلمون. ماذا جرى؟ صحي طرف بالبلد إن طب أنا وين رايح؟ طب ما هي النقابة هاي للكل والهلال الأحمر للكل، اشمعنى هذا الفصل؟ هنا بدأت الصيحة، هنا نشأت الهوية الوطنية الأردنية في هذه المرحلة. ودائما من المعروف أيها الإخوة، هويتين على أرض واحدة معركة أيلول. ما في هويتين بيعيشن في دولة من العالم. احنا في هذا البلد ما عندناش لا شامي ولا فلسطيني ولا شركسي ولا أرمني، هذه هوية فرعية. عندي نابلسي وعندي قدسي وعندي إربدي وعندي كركي وعندي سلطي وعندي معاني، هذه هويات فرعية. هويتنا وطنية أردنية، إذا سقطت كلمة أردنية منها فقدت معناها. ولذلك البعض عندما طالب بالهوية الجامعة ماذا ثرنا عليه؟ نحن مع الهوية الجامعة، بسميها الهوية الأردنية الجامعة. مشان الواحد يقول أنا أصلي شامي أقول له مبروك عليك، أصلي فلسطيني يا مرحبا، أنا نابلسي، أنا إربدي، أنا عجلوني. هذه هويات فرعية لا يلغيها إنسان. أنت مش واحد هوية تضيفها مع غزة